السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. ايه رأيكم بقى في البوتيفور القمر ده؟ تعالوا مع بعض نقول عملنا ازاي البوتيفور الجميل دوت، وبطريقة سهلة جدا ومش هناخد فيه أي وقت ولا أي تعب، وهيطلع معانا أحلى بكتير من الجاهز. جاهز ايه بقى وبتاع ايه؟ احنا ممكن نعمل كل الحاجات الحلوة دي بإيدينا الجميلة دي في بيتنا بنظافتنا، وبطعم احلى وانضف واجمل برضو من بتاع بره. يلا بينا على الوصفة، يلا بينا. اول حاجة هنا معايا 750 جرام، ده عالكيلو يا جماعة، عالكيلو دقيق. 750 جرام من الزبدة. طيب يعني ايه؟ يعني كيلو الا ربع. ما عندكيش ميزانة في البيت، روحي وزني عند الست اللي انت هتشتري منها الزبدة، كيلو الا ربع. طب لو انا عايزة اعمل 2 كيلو يبقى ايه؟ كيلو ونص. وهكذا كل مرة تزودي كيلو وربع. وهنا السكر المطحون قد ايه؟ ربع كيلو سكر، 250 جرام سكر بودرة برضو. دوت تكوني برضو يا اما وزناه، يا اما برضو تجيبي برضو من عند المكان اللي هو العطار، توزني برضو اللي انت عايزاه منه لو انت ما عندكيش ميزانة في البيت. تهنيكي تضربي في الزبدة الأول كده وتسيحيها، وبعد كده يا ست الكل تروحي ضربة السكر مع الزبدة وتخليه عامل الفوم الجميل ده، وتجيبي بقى 3 بيضات. ركزي معايا، 3 بيضات عبارة عن هتاخدي بيضة كاملة وصفارين 2 من البياض التاني، وتخلي البيض التاني كده على جنب. ممكن تزودي عليه كده في السحور كمان بيضتين وتاكليهم اومليت كده ويبقوا زي الفل، يعني مرميناش حاجة برضه. وبتيجي تحطي عليهم ايه بقى؟ تحطي عليهم فانيليا، ولا بتحطي بيكنج باودر، ولا بتحطي خميرة، ولا بتحطي اي حاجة من الحاجات دي. هنا بقى بتجيبي معلقتين نشا، وبتروحي جاية مدوبهم على الكيلو دقيق الجميل بتاعك ده. بعد كده تروحي جاية ضايفة الدقيق على الزبدة على السكر على الفانيليا على البيض، وتقلبي تقليبة 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 جميلة، انك تدوبي الدقيق بس في المكونات، ما بنعجنش، بنضيع الدقيق بس. طيب ماشي، هتقوليلي دلوقتي طب انا لو حبيت ان انا اشتغل في الكيس بتاع الحلواني، يبقى هتشيلي معلقتين 2 من الدقيق. طب لو عايزة تشتغلي زي كده في المكنة، تحطي الكيلو كامل بس كده، وتجيبي المكنة بتاعتك الجميلة، وتبدأي بقى تشكلي احلى تشكيلات واجمل اشكال بالمكنة. تبتدي تعبي كده بالمنظر ده. انا اخترت اشكال كتير بصراحة، ولادي بقى عمالين يقولوا لي ايه، اعملي ده يا ماما، اعملي ده يا ماما. وزي ما قلت لكم، قعدت ولادكم جنبكم بالدنيا وما فيها. ده كان شكل، وده كان شكل، كان فيه قلوب برضه اهو، وده كان شكل، وده كان شكل اللي هو شكل الشجرة. عملت بصراحة اشكال كتير اهوت بالمنظر ده، وابتديت ان انا اسوي، وبرضو التسوية على نار هادية، على نار هادية، وما بتشغلوش الشواية. اول ما بتلاقي وشه من تحت احمر وابتدى يتحرك معاكي في الصاج، يبقى كده استوى، تروحي جايه مخرجاه. بيتعامل معاملة بيتعامل معاملة اللهم صل على النبي، القريبة بالظبط. وبصوا بقى يا جماعة، طلعت بقى الكمية الحلوة دي من كيلو الدقيق، ويلا بينا بقى عشان نشكلها بأحلى تشكيلات. طب هنشكلها بإيه؟ ده فورماسيه، وده فورماسيه، وده كمان فورماسيه، بس كل واحد ألوان. ودي جوز الهند. طيب دي شوكولاتة سيحتها على بخار مية، ودي شوكولاتة بيضة سيحتها برضو على بخار مية، وحطيت هنا ألوان بقى. ده براحتك، أنا حطيت هنا لون أزرق وحطيت لون أخضر، الألوان اللي انتي تحبيها حطيها. بصوا بقى، طبعا الجو ساقعة، ومسافة ما حطيت اللون ببص لقيته مرة واحدة كده وانا بقلبه جمد معايا ومسك كده. اعيط انا وازعل؟ لا، ولا تعمل اي حاجة. خدت اللون التاني رخر وقلبته، وبرضه جمد معايا ومسك، برضه مش هعيط. هعمل ايه؟ خدته على حمام بخار مية، حطيته هناك يفك على البوتاجاز، عقبال ما ابتديت اشكل شوية تشكيلات كده من الشوكولاتة البني. هتلاقيه خف وبقى جميل. تحطي بقى فيه كمان معلقتين من الزيت،
يدوله لمعة حلوة كده، ويفكوه مع كمان البخار بتاع المية، واللي هيبقى معاكي الصوص بتاع الشوكولاتة الملون ده تحفة. هتشوفوه دلوقتي معايا هيبقى شكله عامل ازاي. هنا بقى ابتديت ان انا الزق كل بطفورتين شكل بعض في قلب بعض بالشوكولاتة، وبعد كده بروح جاية غمساها حاجة بسيطة كده في قلب في قلب الشوكولاتة، وبطلع بقى احطها يا اما في الفرماسيه يا اما في جوز الهند. بصوا بقى يا جماعة، صحت وبقت زي الفل اهي. شفتوا؟ كل حاجة بتتعمل بسهولة وببساطة، بس كده. وببتدي بقى ان انا احطها من جوه بنفس اللون اللي هو الاخضر، وابتدي ان انا اقلبها في الشوكولاتة كده، واحطها على كيس على صينية، عشان هتتحط في التلاجة برضو الجو ساقعة وبتمسك كل حاجة، بس عشان خاطر برضو نتأكد ان الشوكولاتة جمدت معانا كده، وما نيجي نشيلها بقى عشان نعينها في العلب ما تلحوس ايدينا وتبوظ لنا الدنيا. بروح جاية عاملاها بالشكل ده وحطاها بالشكل ده، وتاخد الشكل دوت، وخلاص كده بمنتهى السهولة. وبرضو بعد شوية هنيجي نعمل اللون الازرق برضو بنفس الطريقة. لازم يا جماعة نسهل عن نفسنا كل حاجة، والله العظيم كل حاجة بتخلص بسهولة وبيسر وبسلاسة. لازم انت تكوني مبسوطة، تكوني فرحانة وانت بتعملي الحاجة ده بقى. بتروحي جاية بقى بأي صوص عندك. انا عملت بالصوص البني عشان يدي منظر حلو، ورحت وجيت كده عليها ادت المنظر برضو الحلو ده. طول ما انت بتعملي الحاجة بحب، وعارفة ان انت بتعمليها لأولادك ولجوزك ولبيتك وبتفرحي نفسك، والله اي تعب هيروح. مش هقولك ان انا ما تعبتش، لا، تعبت، بس ايه، على قد التعب على قد الفرحة. اما انت بتبقي فرحانة وبتفرحي عيالك. الالوانات ديت مش خطر، الالوانات دي الوان طعام، يعني ما هيش خطر، بس بتدي بهجة حلوة للأطفال. أنا عندي أطفال بيحبوا الحاجات الملونة. انتي برضو حاولي ان انتي تدخلي لهم ألوان كتير تدي شكل أحلى. تغيري شوية، يعني أنا عملت شوية باللون الأبيض، وعملت شوية باللون البني، وعملت شوية باللون الأزرق، وشوية باللون الأخضر زي التشكيلة كده اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو. وبرضو عملت شوية سادة اللي أنا يدوب ببقى ملزقهم في بعض بالشوكولاتة، وحط عليهم يا اما فورماسيه يا اما جوز الهند. وبرضو حبيت ان انا انوع في الوان الفورماسيه، يعني اجيب نوع بني، اجيب نوع احمر في ابيض، اجيب نوع ملون كامل، برضو عشان الاطفال والبهجة والحاجة تطلع بالنظافة وبالشكل ده. بذمتكم ودينكم، بصوا يعني، مش هقول حاجة، انتوا بقى اللي تحكموا جاهز ولا مش جاهز. لا طبعا مش جاهز، عشان ده احلى كمان من الجاهز. استنوني بقية فيديوهات نواعم العيد، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب يبقى عيد سعيد علينا جميعا وعلى الأمة المسلمية الإسلامية كلها في حفظ الله وأمنه. استنوني في فيديو جديد، مع السلامة.